السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة أول يوم كلية. وأنا آسف إن في الفيديو ده كمان مش هطلع بوشي، ولكن ركزوا في الصوت أهم حاجة. تمام. نبدأ موضوع الحلقة النهاردة إن شاء الله يكون عن أو مخصص للناس فعلا اللي داخلة الكلية تجتهد فيها، داخلة الكلية هتذاكر فيها ان شاء الله، وداخله الكليه ناويه ان هي ترتب. تمام. وهقول لكم على بعض النصايح. طيب انت رتبت على الكليه؟ لا، ما رتبتش. طب امال بتتكلم بناء على ايه؟ انا طبعا رحت الكليه ما كنتش لسه اعرف الدنيا ماشيه ازاي، ولكن الحمد لله انا دلوقتي تمام، بقالي سنتين في الكليه ورايح داخل في السنه الثالثه. وهديك من النصايح ان شاء الله، اللي عايز يعمل بيها يعمل، اللي مش عايز يعمل بيها ويخرج ما يكملش الفيديو. انا ما جبرتش حد على حاجه، تمام، ولكن انا بقول نصيحه لوجه الله. طيب نبدا باول موضوع معانا، وهو اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت في نفس السلسله: التبييض. التبييض ده ان انا بكتب ورا الدكتور اول باول. تمام. اول ما بخش، طب نتكلم سريعا كده. انا بخش الكليه بيبقى عندي محاضره النهارده ومثلا سيكشنين ومحاضره تانية في الماده الفلانيه. فاللي بيحصل ان الشخص بيخش الكليه بيبقى يومه بجد، وكمان بعد النظام اللي اتطبق الجديد ده في مصر الموضوع بقى يعني ايه، بقى اجهاد او مجهود نفسي. تمام، مجهود نفسي وبدني وحاجات كتيره جدا. طب ازاي؟ ان الشخص بيروح الكليه هو يومين بس بالنسبه لادبي، وثلاث ايام بالنسبه لعلمي. طب احنا كان قدامنا الاسبوع كامل، ما كانش بيكفينا، لان كان في كان في ايام بتبقى مضغوطه. تمام. وايام بيبقى مثلا رايحين عشان محاضره واحده، ولكن اللي هيحصل ان اليومين دول هيبقوا مضغوطين جدا جدا جدا. ده بالنسبه للادبي، وعلمي هيبقى مضغوط جدا 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 جدا. فالحل للموضوع ده بقى، انت عارف انك رايح النهارده هتدخل مثلا الكليه من الساعه 8، مش هتطلع الا مثلا قول على العشاء. تمام. لان ده كان الطبيعي بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لنا ككليه زراعه، كان الطبيعي ان احنا بنطلع اصلا بنصلي العشاء او المغرب في المسجد بتاع الكليه، وبعدين نروح. انتوا متخيلين كنت ممكن اروح البيت الساعه 10 11؟ عشان ما اطولش عليكم، فالموضوع بقى ان بقى تعليم مش عارف بيسموه ايه، مهجن او هجين، بين ان احنا بنتعلم اونلاين وفي نفس الوقت بنتعلم ان احنا بنروح الكليه مثلا بنشتغل عملي، الدكتور بيقول لنا حاجات بسيطه، ولكن التعليم بيبقى اونلاين. تمام. فركزوا ما تروحوا مثلا الكليه، اعرفوا انكم هتبيضوا لما تروحوا. وانا اتكلمت في نقطه التبييض دول، تقدروا ترجعوا الحلقات اللي فاتت. طيب المذاكره اول باول، وبرضه اتكلمت فيها في الحلقات اللي فاتت، فمش عايز اطول فيها في الفيديو ده. تقدروا ترجعوا الحلقات اللي فاتت. وحاجه مهمه جدا 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 قلتها برضه، اللي هي استغل المواصلات، استغلها جدا جدا جدا، هتفرق معاك وفي الطريق. وبرضه قلتها في الحلقات اللي فاتت. معلش انا بس دي سلسله رابطها ببعض، فدي الحاجات اللي فاتت. وحرام عليك الفلوس اللي بتتصرف عليك فعلا، ان انت ما تبقاش واخد فلوس من اهلك ورايح عشان يعني تلف وانت التانية نفس النظام. يعني بمعنى اصح، حلل كل جنيه موجود في جيبك، حلل كل جنيه والدك او والدتك مديهولك. تمام. فانك انت فعلا انا رايحه اتعلم، مش رايحه غير كده. يعني مش رايحه بقى اقعد في جنينه الكليه او في المكان الفلاني او في كذا، لا، رايحه اتعلم فعلا واركز ورا الدكتور عشان اذاكر وربنا يكرمني وابقى حاجه. تمام. فالفلوس دي ركزوا في النقطه دي يا جدعان، وحاولوا تحوشوا جزء من الفلوس اللي بتاخدوها، هيفرق معاكم ان شاء الله بعدين لما تحبوا تبداوا كده مشروع صغير. انا بقولش مشروع اللي هو لا، انا بقول يعني نشاط تجاري بسيط كده. تمام. هيفرق معاكم، وافتكروا الكلمه دي. طيب اهم حاجه في سنه اولى انك هتاخد كل حاجه، فدي حاجه هتكون كويسه جدا، انك انت تبقى او انت تبقى عارفين كل الاقسام. اديكم مثال على كليه زراعه، ماشي، عشان ايه باقي الكليات انتوا طبقوا بقى النظام ده عليها. انا مثلا في سنه اولى بدرس كيمياء، وبدرس نبات عام. تمام. وبدرس حيوان عام، كل حاجة عام، يعني اللي هو لسه ما تخصصتش، بدرس بقى جنرال او كل حاجة في المواد دي. وبدرس مادة تانية كده كان فيها يعني المرايا والانعكاسات والحاجات دي، كانت حاجة زي الفيزياء، بس المادة ما كانش اسمها فيزياء. تمام. مش فاكر اسمها بصراحة. مادة أراضي، حاجات تانية كتير، وفي مش عارف اقتصاد. فاحنا مثلا خدنا مواد كتيرة جدا. فده ركزوا على سنة أولى جدا جدا جدا، اللي يبقى فيها الضغط كله، لأن بيحطوا لك كل المواد قدامك كده، عشان لما حد منكم يعجب بمادة او يعرف ان هو يشوف نفسه من الاخر في المادة دي، يبتدي ايه يذاكر لها، او يبتدي بمعنى اصح يذاكر، عشان كل قسم بيبقى ليه شروط معينة عشان يدخل القسم ده. تمام. عشان كده بقول لكم ركزوا في سنة اولى. خلاص انا اخترت القسم ودخلت سنة تانية وتخصصت في القسم ده. تمام. احنا عندنا في جامعة عين شمس او في كلية زراعة، يعني التخصص من سنة تانية الترم التاني، او اسف، التخصص من تانية الترم الاول. اما القاهرة هم اللي بيتخصصوا الترم التاني. وفي تخصص التخصص، يعني انا في برنامج وقاية وامراض النبات. تمام.
في عندي 3 تخصصات، عندي مثلا مبيدات، وعندي امراض نبات، وعندي حشرات. انا هتخصص مبيدات ان شاء الله في سنه تالتة، لسه يعني داخل تالتة اهو، فهتخصص. ده تخصص التخصص بقى، فانتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. فركزوا عشان محدش لا قدر الله يخش قسم هو مش حابه ويكون مجبر على الموضوع ده. طيب نرجع انا طبعا ممكن الموضوع يختلف من كليه لكليه تانية، ولكن انا بكلمكم في العموم. طيب، فاهم حاجه في سنه اولى المواد اللي بتدرسها، عشان لما ربنا يكرمك وتخش سنه تانية، او انت تخش سنه تانية، تبقي داخله قسم انت حباه فعلا وتبتدي تتخصصي فيه، وهتتخصصي جدا كمان في تخصصات داخل التخصص. طيب، طب انا ذاكرت وشديت حيلي، وعايز اتعين معيد. طب بص، عشان نبقى عارفين، المعيدين اللي انا اعرفه ان هو بياخدوا تمن قليل او تمن بسيط، تمام. ولكن ما حدش يبص للنقطه دي ان هو بياخد تمن قليل، ولكن هم مثلا المعيدين ممكن يبصوا ان هم ان شاء الله في يوم من الايام هيبقوا دكاتره وهيبقوا كذا وليهم مشاريعهم الخاصه. ولكن انا هتكلم للطلاب اللي هم عايزين فعلا يعني يبقوا بيزنس مان، تمام. او بالنسبه للبنات بقى سيدات اعمال باذن الله. بعيدا عن موضوع ان انا اتعين معيد، ولكن انا عايز فعلا ربنا يكرمني وابقى يعني شخص متميز في الكليه. طيب، هتبقى شخص متميز في الكليه، هتعمل حاجه واحده، انك تشتغل على ارض الواقع. ما تروحش تدرس كلام نظري في نظري في نظري وتبقى مقتصر على عملي السكاشن بس. لا، اخرج بره الكلية، شوف الكلية او شوف الجامعة بتاعتك بتنظم، او الكلية بتنظم اماكن تدريب فين، وروح بص اطحن نفسك، وانت اطحني نفسك في المشوار اللي انت رايحه ده، تمام. لان في الكليات بتخرج اماكن تدريب بيبقى على ارض الواقع. انت امسك الموضوع ده، استغله جدا جدا جدا. وعشان طبعا انت لما تيجي تتخرج هتلاقي اللي بيقول لك عايز خبره مش عارف كام سنه، واللي عايز كذا. فانت ما تروحش تشتغل عند حد، لا، انت يبقى عندك البيزنس الخاص بيك، لانك فعلا انت اوريدي اتعلمت وخرجت وعرفت الحاجات دي بتدرس ازاي، وشفت على ارض الواقع. لان بصراحه نقدر نقول بنسبه كبيره اللي احنا بندرسه مش هيبقى هو اللي على ارض الواقع. او الكلام ده احنا عرفناه ان هو ايه، زي ما نقول كده في ابتدائي واعدادي وثانوي تقريبا لحد تالتة ثانوي، احنا مش هنشتغل بالكلام ده كله بالدراسه اللي درسناها دي كلها. ولكن الدراسه دي بقى ابتدت تؤهلنا للكليه، اللي هي تبتدي تحدد ها احنا هنبقى في انهي مجال بالظبط، والمجال ده اللي هنبتدي نشوفه على ارض الواقع. ولكن الشغل العملي بيبقى غير اي كلام انت درسته. افهموا الكلمه دي، عشان كده بقول لكم طبقوا بايديكم من دلوقتي. وربنا يوفقنا جميعا. وانا اسف ان كنت طولت في الفيديو ده، ولكن تقدروا بقى انتوا تجمعوا سلسلة الحلقات مع بعض، هم كلهم هيبقوا كده 4 حلقات، جمعوهم وان شاء الله تفهموا الموضوع كله بالتفصيل بإذن الله. ونصيحة ليكم لوجه الله، لو انتوا داخلين فعلا الكلية مش يعني اللي هو عايزين تنجحوا وخلاص، ممكن لا قدر الله تشيله. طب داخلين عشان تجيبوا، اصل كل واحد بيبقى حاطط هدف لحاجه بيجيب اقل من الهدف ده بشويه. عشان كده انت خلي هدفكم بعيد، بحيث ان شاء الله لما تقلوا عن الهدف ده تبقوا برضو ضامنين انكم جايبين تقدير، تبقوا ضامنين. ولكن بعيدا عن الكلام ده كله، الشغل على ارض الواقع هو اللي هيفرق معاكم. والشغل وانتوا بتدرسوا هيفرق معاكم جدا جدا جدا. طب هنجيب وقت منين للكلام ده كله؟ انا بقولش انتوا روحوا اشتغلوا عند حد، او روحوا اشتغلوا في شركه، ولا في مكان، ولا في مزرعه، ولا في ايا كان. ولكن بقول لكم اعرفوا يعني، على الاقل انزلوا بصوا، انزلوا اتفرجوا، انزلوا اتعلموا، تمام. انا كنت بشوف ناس بتنزل تدريب، معرفش، كان تقريبا يعني شخص برضو اعرفه كان بينزل تدريب في مكان معين، هو كان في هندسة زراعية، تمام. فكان بينزل يشوف تدريب وازاي بيتركب مثلا المواسير اللي هي بتاع شبكات الري والحاجات دي. فده شخص برضو ربنا يوفقه، ابتدى ينزل يشوف على ارض الواقع. ولكن انا بقول لكم من سنة اولى، او بلاش سنة اولى، خلينا في سنة تانية، اما بتبتدوا تتخصصوا خلاص، انا عرفت ان انا اتخصصت في المادة دي، ابتدي بقى انا اتعلم اونلاين، اشوف على النت طب الحاجات دي بتتعمل ازاي، اشوف مثلا وليكن اديكم مثال عليا، المبيدات دي بتتعمل ازاي، طب المبيدات دي انواعها ايه، طب على ارض الواقع هتاثر ازاي، طب انا ابتدي اربح باذن الله من المبيدات دي ازاي، ابتدي اعمل البيزنس بتاعي ازاي، ابتدي اكون نفسي ازاي، ابتدي ان شاء الله ابقى انا مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن ابقى انا براند كده، تمام. الناس تشتري اسمي بالفلوس وانا قاعد مكاني ما بعملش حاجه، ابتدي اهيئ لنفسي المواضيع دي كلها ازاي، تمام. كله انا طبعا مش كل واحد منكم اللي بيسمعني في كليه مختلفه، ولكن انا قلت لكم على العموم. فكل واحد بقى شايف مجاله، هل المجال ده عملي ولا نظري؟ لو كان نظري فانت اسس نفسك انك تبقى متعلم كل حرف، تمام. زي القانون ده مثلا، القانون او دراسة القانون بتكون نظري، لانه بيحفظ مواد معينة وابتدي يستخدمها في اماكن معينة، وبيبقى كله كلام نظري. اما في كليات عمل لا، انت لازم تطبق على ارض الواقع وتشرف على المنطقة الفلانية وتشوف المنطقة الفلانية.
فلو ما نزلتش دلوقتي او لو ما نزلتيش دلوقتي هتندموا بعدين. وزي ما قلت لكم يبقى يعني الشخص اللي داخل الكليه يبقى محدد لنفسه هو عايز ايه بالظبط. هو مش هيقدر يحدد على فكره غير بعد سنه اولى تقريبا، لان اولى بيدرس كل حاجه وممكن يكون حابب حاجه ويلاقي ماده تانية شايف نفسه فيها وفعلا يلاقي نفسه. بس سنه تانية بقى انت كده مالكش حجه، انت تبتدي من سنه تانية وانت تبتدي من سنه تانية انكم تهيئوا نفسكم على الشغل، على ان انا خلاص هتخصص ان شاء الله في التخصص ده. ابتدي بقى يعني امسكه اعصره، ادور على مقالات على النت، اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، انزل اشوف اقرب مكان ليا اتعلم فيه. انزل تدريب في كل مكان، ما اسيبش مكان الا لما اروح فيه تدريب. اجيب ورق، اروح للمعيدين والدكاتره اقول لهم لو سمحتوا انا عايز اعرف اكتر عن الماده دي، عايز اقرا كتب. روحوا مكتبه الكليه، مكتبه الكليه تفرق معاكم جدا، في بيبقى فيها كتب يا جدعان. ده انت داخل يعني بعيدا عن جنه الاخره طبعا، انت داخل الجنه فعلا. كليه المكتبه الكليه دي بتبقى حاجه تانية خالص، بيبقى فيها كل اللي انت نفسك فيه. خش كده شوف التخصص بتاعك ايه، وخش في القسم بتاع التخصص ده، شوف بقى الكتب وهتدعي لي. ماشي، انا اسف كنت طولت عليكم، وبتمنى تعملوا كل كلمه في الفيديو ده. وهسيب لكم ان شاء الله في شاشه النهايه 3 فيديوهات كمان. هيبقى كده الاربع فيديوهات، وممكن نقفل السلسله على كده ان شاء الله. وباذن الله انا بحضر لفيديو هبتدي فيه هوريكم طريقه مذاكره بجد هتدعوا لي عليها ان شاء الله. ولكن انا بجمع كتب من سنه ثالثه ثانوي. طب ليش معنى ثالثه ثانوي واحنا داخلين كليه؟ عشان اوريكم فعلا يعني انتوا درستوا ثالثه ثانوي وعارفين المواد دي، وهقول لكم ازاي. يعني انا من الاخر كده، انتوا كل واحد عارف ان في ماده اسمها كيمياء وفيزياء، والمواد دي كنتوا بتذاكروها ازاي. هوريكم بقى استراتيجيه كده او طريقه فعلا باذن الله هتخليكم تذاكروا اي ماده ومش هتنسوها تاني ابدا. يعني افتكروا الكلمة دي. وان شاء الله الفيديو ممكن ينزل كمان 4 ايام او 5 ايام، بحيث احضر له، لانه يعني هيبقى فيديو مرئي صوت وصورة مش زي ما انا بتكلم دلوقتي. وابتدي بقى اوريكم في كل مادة فعلا، اثبت لكم كلامي في كل مادة، عشان ما حدش يقول لي لا يا عم انت جايب مادة مثلا زي الاحياء بتشرح لنا عليها او الكيمياء، طب ورينا كده هتشرح ازاي في الفيزياء. فانا هبتدي ان شاء الله اطبق لكم كل حاجة على كل مادة. هيبقى فيديو ان شاء الله قصير، بس ادعوا لي ان شاء الله ان انا الحق انجز فيه، لانه فيديو هيكون مجهد بصراحه ومتعب. ان انا يعني بشرح لكم في ال7 مواد، وانتوا هتطبقوا بقى شرح المواد ده عليكم ان شاء الله في الكليه. وربنا يسهل لنا يا رب. وما تنسوش تشوفوا ال3 حلقات اللي فاتوا، هتكملوا بيهم السلسله دي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.